بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم بإذن الله وفي إطار الحديث عن أساطير كرة القدم لمدينة وهران سوف نتحدث ونزيح الستار عن اللاعب الخلوق عبد الحفيظ تصفاوت. هذا اللاعب الخلوق والملتزم الذي شرف كرة القدم الجزائرية، ويعتبر من أحسن اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة الوطنية الجزائرية. ولد عبد الحفيظ تصفاوت سنة 1969 بفيكتور هيغو، وهو الهداف التاريخي لمحاربي الصحراء وقائد المنتخب الجزائري لمدة 5 سنوات، ومن أفضل اللاعبين العرب والأفارقة. لعب في مركز وسط مهاجم، لعب لمدينة وهران في الثمانينات، موسم 82-84، موسم 1990 إلى غاية 1995، كما احترف في نادي أوكسير من 95 إلى سنة 1998. أحسن هداف البطولة الوطنية 1992 ب 17 هدف. أحسن هداف البطولة الوطنية 1993 كذلك ب 17 هدف. ثاني هداف للمنتخب الوطني لكل الأوقات ب 35 هدف. نال بطولة الجزائر سنة موسم 92-93 مع لامسيو. بطل الدوري الفرنسي 96 مع أوكسير. بطل كأس فرنسا 1997 مع غينيون. بطل شارك في بطولة أفريقيا الآسيوية 1991. 5 نهائيات كأس إفريقيا شارك فيهم عبد الحفيظ تصفاوت. هذه في عجالة الحديث عن هذا اللاعب القدير الذي يمثل أسطورة من أساطير مدينة وهران ومدينة وهران، والذي يتشرف وتتشرف به وهران. وفي الأخير نتمنى النجاح لمدينة وهران، وإن شاء الله تنجو من السقوط، وهي بحاجة قوية لمؤازرة أبنائها وتكاتفهم، ويجب على الأنصار الوقوف إلى جانب فريقهم، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.